انت مش متخيل ده كان بيتعب. هند، انت من ساعه ما جيتي وانت دوشاني بالراجل الدكتور بتاعك ده. هو في ايه بالظبط؟ صح، معلش عندك حق. ها، هتاخد ايه؟ اي حاجه. احنا مش قلنا نخف شويه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. وحشتيني. وحشتيني قوي. ما وحشتكيش؟ عملت ايه في موضوع المعرض؟ ولا حاجه. ليه يا طارق؟ ماليش مزاج. وامتى هيبقى لك مزاج؟ لما كل الصور بتاعتي تبقى منبثقه من نفس وجهه النظر المنفصله هعمل المعرض. طب انا عندي ليك خبر حلو. ايه هو؟ كلمت لك حسام عشان تنزل تصور عربيات. تاني يا هند؟ تاني هنفتح المواضيع دي؟ قلت لك 100 مرة مش هصور صابون وسمنة ومش عارف ايه. بقول لك عربيات. برضه مش نافعين. يا حبيبي انا متأكدة انك موهوب، بس الناس لازم تشوف شغلك عشان تعرفك. انا بقى ممكن اعرفك على ناس تساعدك. هند، انت طريقتك غير طريقتي. انت بتشتغلي مع اي حد وبتعملي اي حاجة. انا ما بقولكش تعمل زيي، بس برضه ما ينفعش تفضل من غير شغل. انا مش فاهم ايه اللي بيدخلك في شغلي اصلا. عشان انت مكسل وانا خايفة على مستقبلك، ولا هتفضل كده معتمد على ابوك وامك عايزهم يصرفوا علينا حتى بعد ما نتجوز. متجوز؟ انت ليه دايما بتسبقي الاحداث؟ انت عارفه كويس قوي ان انا ما بفكرش في الموضوع ده دلوقتي. وبعدين احنا اتفقنا ان اهم حاجه ان احنا مع بعض، مش كده؟ والاتفاق ده لحد امتى بقى؟ احنا بقالنا 2.5 سنين مع بعض ومفيش حاجه بتتغير. انت مبسوط كده؟ الحشيش على الترابيزه والبيره في التلاجة وبتصور على مزاجك وانا موجوده. عمرك ما فكرت في اللي يبسطني انا؟ اللي بيحب حد بيتغير عشانه. كل شويه هتسمعيني الاسطوانه دي يا هند. 100 مره قلت لك انا كده ومش هتغير. وبعدين هند، اللي بيحب حد ما بيحاولش يغيره، بيحبه زي ما هو. دي اسمها انانيه. انت مفيش اي مسؤوليه خالص، مسؤوليه حب، مسؤوليه شغل، مسؤوليه جواز. انا تعبت يا طارق، فعلا تعبت. بس يا ستي خلاص ممكن تهدي شويه، ما تزعليش كده. انا مش عيله صغيره عشان كل مره تقول لي كلام يضايقني تقول لي ما تزعليش. مش معقول يا هند كل مره تنزلي وانت زعلانه كده. المره دي مش زي كل مره يا طارق، انا فعلا تعبت. اعملي اللي انت عايزاه، انت حره. طارق طيب، بس هو اللي ما انا مش قادره خلاص. انت كل مره بتقولي كده. لو شفتيني بكلمه بيمنعيني. ما حدش يقدر يمنع حد عن حاجه. شوفي اللي انت عايزاه واعمليه. جرايه داليا في ايه؟ هو ده وقته؟ استني معلش يا مريم، عايزه ابقى لوحدي. ايه مالك يا ابو حنفي؟ يا اخي عندي صداع رهيب. عندك جوه في الاجزخانه مسكنات كتير، خد لك قرص ولا حاجه. انا عاوز اتكلم معاك في موضوع. انا قلت انك هتيجي من نفسك تتكلم معايا. ها، عايز تتكلم في ايه؟ في هند. هند مين؟ يا اخي الشيطان ده لما بيركب الواحد. ايه البنت حامل وعايزني اشوف لك دكتور؟ حامل ايه؟ حرام عليك يا عبدو، خليني اكمل لك بس. سكت اهو. دي بنت ممثله جديده جت عندي المعهد تحضر محاضره. بعد المحاضره علقت تعليق، لقيتني بزعق وبشتم وطردتها قدام الناس بطريقه سخيفه جدا. تعرفها منين البنت دي يا محمود؟ مش هو ده الموضوع دلوقتي، المهم انا حاسس اني غلطان وعاوز اعتذر. حاسس انك غلطان وروح اعتذر له.
بس ادور عليها فين. هاني استنى عاوزك. خير يا دكتور، عملت ايه؟ لا مفيش. عاوز اسألك على حاجة مهمة. ايه؟ لو تاخروا احنا نروح على الفيلم بقى. احنا هنمشي من هنا الساعه 3. مستعجلين على ايه؟ لسه عندنا وقت. لا انا ما عنديش وقت، عندي اوردر الساعه 6. لسه هند، ممكن دقيقة من وقتك؟ ثواني يا جماعه. افندم، أنا جيت عشان أقولك إن ضميري بيأنبني من امبارح. كويس. وبعدين؟ أنا عاوز أشرح لك الموقف. أنا في الحقيقة لا ما تشرحليش ولا حاجه، انا اللي غلطانه. كنت متخيله ان الاستاذ زي ما بيدي لنفسه الحق انه يقول رايه بصراحه في ناس ما يعرفهاش، ممكن هو كمان يسمع من الناس رايها. ولا هي الحكايه عند حضرتك وان واي يعني؟ الو، ايه يارا انت فين؟ لا احنا لسه في بيري انا ويحيى ومريم. ما هو الباقي المفروض هيقولنا على هنا. طيب اوكي هنستناكي، بس ما تتاخريش، الفيلم بيبتدي الساعه 4 بالظبط. يلا باي. عموما حضرتك لو جاي عشان تريح نفسك خلاص، ما حصلش حاجه. ده رقم تليفوني، كلميني، يمكن ساعتها يبقى في معنى لكلامي. أنا آسف. حمدو